هل حصل معاك قبل كده انك تكون بتتكلم مع حد عن برودكت معين او حاجة عايز تشتريها وفجأة تفتح السوشيال ميديا وتلاقي البرودكت ده قدامك في اعلان؟ لو ده حصل فهل ده معناه ان ميتا بتقدر تسمع الكونفرسيشنز بتاعتنا وبتوصل لنا اعلانات بناء على الاهتمامات من الطريقة دي؟ طبعا لو هو ده الابروتش فدي حاجة مرعبة جدا ان حد يقدر يسمع المكالمات او يقدر يسمع المناقشة ما بينك وما بين اي حد. ولكن الموضوع ده فيه نقطتين مهمين قوي. اول حاجة ان شركة ميتا وبقية الشركات زي جوجل وغيرها من اللي بتستخدم اعلانات علشان خاطر توصل لليوزرز اللي زيه وزيك بيستخدموا طرق علشان يعرفوا الاهتمامات بتاعتنا من البراوزنج بتاعنا ومن الادفرتايزر اي دي اللي موجود على التليفون عندك او على الجهاز بتاعك او ايا كان، ومنها بيقدروا يقدموا لك كاستمايزد ادز او اعلانات تكون انت مهتم بيها. النقطه الثانيه هي ان لو في عندك ابلكيشن واخد اكسس على الميكروفون او على الكاميرا او ايا كان نوع الاكسس، فممكن من خلال الابلكيشن ده الاونر يوصل للاكسس اللي هو واخد بيرميشن عليه. وطبعا ده احتمال مطروح ولكن مستبعد بنسبه كبيره ان شركات زي ميتا وجوجل ان هم يعملوا حاجه الليجل، لان ده هيحطهم في مشاكل كبيره جدا. ولكن لو لسه قلقان ممكن تفتح السيتنجز بتاعت اي ابلكيشن وتشوف واخد اي بيرميشن وتوقف اي بيرميشن انت عايز توقفه.